في المنتخب المغربي عمل الريمونتادا ستبقى للتاريخ في الركلات الترجيحية. الريمونتادا كان بطلها طه بن غوزيل ابن أكاديمية محمد السادس. إذن على بركة الله هنا في ملعب نيلسون مانديلا، وأمام الراية المغربية المرفوعة عاليا هنا في السماء نيلسون مانديلا في العاصمة الجزائر، وأمام عزف النشيد الوطني المغربي الخالد. للمرة السادسة نقول شكرا للفتيان لأنكم جعلتمونا نسمع النشيد الوطني المغربي مرة أخرى للمرة السادسة في الجزائر. إذن ضربة البداية ستكون من الكابوني على صورة تانكي مي بيامي هو من سيعطي الانطلاقة. المساعدة من الحكم الزامبية تشيكو تشيتشا ديانا، والمالية فاطمة إدريسا كوني. في دلالتنا حذاري من أمارا ديوف، هذا أبرز لاعب في تشكيلة المنتخب السنغالي. أمارا يسدد هذه الكرة مرت عالية مباشرة تخرج إلى ضربة مرمى لفائدة المنتخب المغربي. أول إنذار يرسله المنتخب السنغالي. إذا تساءلنا جميعا أفضل لاعبي منتخب السنغال، فلمن تابع لقاءات السنغال منذ بداية هذه البطولة سيتفق معي على أن اللاعب رقم 10 أمارا ديوف أمامنا على الصورة. هذا هو القائد خريج أكاديمية جينيراسيون فوت، هذا مع مالي ولا تلعب مع الجزائر. يعني مالي أقوى بكثير ومالي عنده أسماء مهمة، وربما قد يكون نفس الأمر اليوم. الكرة الأمامية التغطية الدفاعية، أمارا يدخل، أمارا حذاري من أمارا، والكرة تمشي مباشرة إلى الركنية. أول عملية انسلال من جانب اللاعب أمارا ديوف. واضح هذا اللاعب أمارا ديوف سيتعبنا كثيرا في الخط الدفاعي اليوم. بختي يتدخل أمام اللاعب أمارا، كان في لمسة يد. عموما الحكم أشار إلى كذا المتعود عليه، لأن حمزة كوتون اليوم في الجهة اليسرى، عودنا أنه يكون في الجهة اليمنى، لكن شلاغم هو الذي يشغل الجهة اليمنى. هذا تغيير اضطراري حصل مع سعيد شيبا في ظل غياب اللاعب فؤاد الزواني. وهنا وزاد ننتظر استثمار الكرات الثابتة. الحموني عمر يستعد لتنفيذ صعود مجموعة من اللاعبين، حتى عبد الحميد أيت بودلال حاضر، مرفوع هذه الكرة بودلال بالراس يا بودلال، رائعة رائعة يا بودلال، حاول فيها الكابيتانو هذا المدافع عبد الحميد أيت بودلال. شوف التموضع من عبد الحميد أيت بودلال، الضربة الراسية لكن مرت عالية على هكذا يؤكد عبد الحميد أيت بودلال من خلال هذا التحرك والتدخل. تمشي كرة على الطرف الأيمن، يايا ديامي مر، يايا ديامي خطير، بودلال حاضر، وزان يترصد. هنا حموني يرفع الكرة بالراس، مقوصة على القائم الأول، لا زالت مغربية وافية بعد ذلك. الأسماء بوفندر كذلك حاضر، تلعب هذه الركنية في القائم الأول. جول عبد الحميد أيت بودلال، الكابيتانو يسجل. عبد الحميد نعم يأتي بالهدف الأول. هكذا لعبت الركنية، وهكذا كان الارتقاء، وهكذا كانت الراسية، وهكذا الراية المغربية في مدرجات نيلسون مانديلا. الافتتاحية براسية أيت بودلال، هكذا الارتقاء على طريقة تنصيري. تذكرنا هدف المغرب أمام البرتغال بنفس الطريقة، الارتقاء. ذكرنا بالأجواء المونديالية، ذكرنا باللقاءات اللي تألق فيها أسود الأطلس. هكذا بالتخصص، هكذا على طريقة تنصيري. يطير عبد الحميد أيت بودلال، يعانق السحاب أيت بودلال، وبالتالي يهزم الحارس سيرين ديوف. 1-0. تلعب مقوصة، هنا مقوصة عبد الحميد مرة أخرى، كاد يكرر سيناريو الهدف الأول. حمزة قطع الكرة بشكل مميز هنا أمام اللاعب أمارا، تمشي مغربية، وزان الكنترول لم يكن حاضر من وزمية لفائدة المنتخب السنغالي. عمر سال العرضية وطه بسهولة، طه يتابع كرة دون مشاكل بين أربعة الحرة أمام أنظاري، وليد الركراكي ورشيد بن محمود، وكذلك كل من يشجع المنتخب المغربي في مدرجات ملعب نيلسون مانديلا، لأن الراية المغربية عالية وخفاقة هنا في سماء ملعب نيلسون. هنا حموني مقوصة، تلمس
في هذه اللحظات لعناصر المنتخب السنغالي. بعيدة إذا نهاية شوط المباراة الأول بتقدم حتى الآن مستحق للمنتخب المغربي 1-0. كنا الأفضل، كنا الأخطر، كنا أكثر المبادرين، كنا الأكثر تهديدا لمرمى سيرين ديوف. هنا الإعادة إذا تأتي صافرة الجابوني ونهاية هذا اللاعب في الجولة الأولى. كرة بينية داخل منطقة الجزاء، البحث عن التسديدة تأتي ولكنها بعيدة عن مرمى الحارس طه بن غوزيل، تخرج مباشرة إلى ضربة مرمى. هذه الإعادة من جديد للتسديدة بعيدة عن مرمى الحارس طه بن غوزيل. تسديدة هنا اللاعب لامين ساديو، تحرك آدم حنين، وصلت الكرة في المتابعة من شلاغمو، ميمورشي شلاغمو، برافو تغطية من طرف سيف الدين شلاغمو. أمامنا على الصورة اللاعب الذي دخل في ظل الغياب للاعب ديوف. سيرين يرسل أمامية، رد بالك يا عبد الحميد. تردد عبد الحميد في خطأ في هذه الأثناء. نعم، ضربة حرة تأتي، لدينا امتياز لفائدة المنتخب المغربي. هذه الإعادة مرة أخرى. نعم، تدخل واضح من عمر صال في حق عبد أمامية لمن وصلت على جهة اليسرى السنغالية، والدفاع يتدخل. يا سلام، عبد العالي أو معالي واحدة اثنين ممتازة. معالي سدد، يا سلام عبد الحميد معالي نجرب حظه. يا سرية قوية جانبت المرمى. شوف الإعادة باليسرى، جرب حظه من هذه الوضعية، لم تذهب بعيدا هذه الكرة. كم أنتم رائعون. نيبيا سنغالية الآن، الدقائق تمر، الكرة العالية، هنا يتابع بهدوء طه، وبالتالي ننتظر قراره النهائي. هل سيحسب ضربة جزاء لفائدة المنتخب السنغالي؟ هذه الإعادة مجددا، الكرة الماضية لعبد الحميد أيت بودليل الجابوني في هذه الأثناء يعلن عن ضربة جزاء، يعلن عن ضربة طه. سيرين طه، هذه لك يا طه، هذه لك يا طه، لا التعادل في هذه اللحظات. سيرين فارو إذن يسجل هدف التعادل لفائدة المنتخب السنغالي. لا يجب على المنتخب المغربي أن يتأثر بهذا الهدف، يبقى مركز تماما فيما تبقى من عمر هذه المواجهة. طالما اللعب متواصل معنا وفي أمل في هذه المواجهة. سيرين فارو إذن يعطي التعادل لمنتخب السنغال. هذه الإعادة، لمسة اليد التي تسببت في ركلة الجزاء، وطه اللي حاول لكن في النهاية هذا سيوان. رضوان يرفع كرة بالراس، وعبد الحميد طارت منه. عبد الحميد ومحمد أمين. هذه الركنية، أمارة يرفع والهدف الثاني. هدف ثاني لفائدة المنتخب السنغالي، هدف ثاني للسنغال عن طريق صاباني. ركنية بنفس السلاح، السنغال تسجل نعم الركنية، وبالتالي النتيجة تتغير. هدفان مقابل هدف واحد عن طريق اللاعب صاباني. لاحظ كيف عاد المنتخب السنغالي، لاحظ كيف رد المنتخب السنغالي من 1-0 ل 2-1. هنا التقدير لم يكن موفق من طه بن غوزيل، وبالتالي هنا الارتقاء الرأسية بعد ذلك مرت كذلك على حمزة كوتون مباشرة في